بعد مقاومة محمد كريم في مصر للحملة الفرنسية تم الحكم عليه بالإعدام، إلا أن نابليون أرسل إليه وأحضره وقال له: يعز علي إعدام شخص كان يدافع عن بلده ببسالتك، ولا أريد أن يذكرني التاريخ إني قتلت أبطالا يدافعون عن أوطانهم، ولذلك عفوت عنك مقابل مبلغ من المال تعويضا عن من قتل من جنودي. فقال له محمد كريم: ليس معي ما يكفي، ولكنني أدين التجار بأكثر من المبلغ المطلوب. فقال له نابليون: سأسمح لك بمهلة لتحصيل أموالك. فما كان من محمد كريم إلا أن ذهب إلى السوق وهو مقيد بالأغلال ومحاط بجنود المحتل الفرنسي، فلم يستجب له تاجر واحد، واتهموه بأنه كان سببا في دمار الإسكندرية. فرجع إلي نابليون وهو خالي الوفاض، فقال له نابليون: ليس أمامي ألا إعدامك، ليس لأنك قاومتنا وقتلت جنودنا، ولكن لأنك دفعت بحياتك مقابل أناس جبناء تشغلهم تجارتهم عن أوطانهم. لمحبين المصادر ستجدون المصدر في أول تعليق.